عمركم تخيلتوا إن في نبات ممكن يثمر طول السنة؟ طعمه حلو ومنعش وكمان غني بالفوائد. النهاردة وزي ما وعدتكم في آخر فيديو هنتكلم عن فاكهة الجامبو. قبل ما نبدأ أحب أفكركم بالاشتراك في القناة واللايك والكومنت، عشان هيكون في كلام ومعلومات كتيرة ومثيرة عن الزراعة والحصاد وأسرار النباتات الاستوائية في إندونيسيا. طيب يلا نبدأ نتكلم عن نبات الجامبو. الجامبو من النباتات المميزة في جنوب شرق آسيا، وطبعا بتلاقيها بسهولة في إندونيسيا. المميز فيها إنها بتثمر طول السنة لو كنت بتعتني بيها كويس. وطبعا محتاجين نعرف ليه نبات الجامبو مش موجود في مصر. نبات الجامبو بيقدر ينمو في تربة غنية بالمواد العضوية، وعادة الارتفاع المناسب لزراعته بيكون ما بين 5 ل 500 متر فوق مستوى سطح البحر، مع معدل أمطار ما بين 500 ل 3000 ملم في السنة. والأهم من كده إن الفترات الجافة اللي بتزيد عن 4 شهور بتكون مثالية جدا للنمو. فاكهة الجامبو مش بس طعمها حلو ولذيذ، لكن كمان مفيدة جدا لصحة جسمنا. نبات الجامبو غني جدا بالفيتامين A و B و C، وكمان غني جدا بالألياف والبروتين. وبالنسبة لأنواع الجامبو مش نوع واحد بس، لكنها بتمتلك أنواع كتيرة، منها جامبو ديليمادو اللي بيرجع أصلها لمدينة ميدان في سومطرة. طعمها حلو جدا ومنعش، ملمسها زي الزفاني، ونسبة المية فيها عالية جدا، خصوصا النوع اللي لونه بينك، ده المفضل عندي. وكمان عندنا جامبو اسمه جامايكا، لونه أحمر جميل ومميز جدا. الفاكهة دي ريحتها وطعمها شبه ريحة الورد، وبالنسبة لي طعمها مش حلو قوي، لكن المميز إن نسبة المية فيها عالية. واللي مش أقل تميز فيه عندنا جامبو شيترا. القشرة بتاعتها سميكة بس حلوة وملمسها مقرمش، مليانة عصير، والأحلى من كده إنها خالية من البذور. النوع ده بالذات بيكون اختيار ممتاز للأكل والعصير. ودي كانت لمحة سريعة عن فاكهة الجامبو اللي بتجمع بين شكلها الجميل والطعم الحلو وكمان الفوائد الصحية. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك والكومنت عشان يوصلكم كل جديد. سلام.